في حاجات بسيطة جدا بتحصل في يومك شكلها عادي وانت مش بتقفي عندها، بس الحقيقة اللي هفاجئك بيها ان الحاجات دي هي اللي مخلية نفسيتك تعبانة ومودك مش تمام وطاقتك في الارض من كتر ما اتعودت عليها. بقيتي مش شايفة ان فيها مشكلة اصلا. النهاردة هفتح معاكي ملفات صغيرة بس تأثيرها تقيل، وهقولك على الحاجات اللي بتدمر نفسيتك بهدوء من غير ما تحسي، والأهم هديكي خطوات حقيقية تحمي بيها نفسك وتستردي سلامك الداخلي. خدي نفس عميق وركزي معايا لأن اللي جاي هيغير نظرتك لحياتك كلها. أول حاجة، بتقللي من قيمة مشاعرك. كل مرة تحسي بحاجة وتقولي لنفسك مش مهم، أنا أكيد ببالغ أو مش وقته دلوقتي، انت كده بتكتمي مشاعرك وده بيموت إحساسك بنفسك على المدى الطويل. الحل، لازم تخلي لنفسك مساحة يومية ولو 5 دقايق بس تفهمي فيها انت حاسة بإيه وتكتبي مشاعرك على ورقة. ما تتكسفيش من مشاعرك لأنك لو كبتي مشاعرك ده هيخنق روحك. الحاجة التانية، شفاطات الطاقة البشرية، يعني سؤال على السوشيال ميديا أو في البيت أو الشغل. الناس اللي بتشتكي طول الوقت وشايفة الدنيا سودة دول بيسحبوا طاقتك من غير ما تحسي. وقصدي بكلمة طاقة هنا هي قدرتك على الحركة وإنجاز يومك، مش علم الطاقة اللي الناس بتروج ليه واللي عليه خلافات. أنا بتكلم عن نشاط جسمك الطبيعي. والحل، لو ناس ما قدرتيش تبعدي عنهم يبقى الحل تقللي التفاعل معاهم وتحطي حدود داخلية. اسمعيهم بس ما تاخديش بكلامهم على أعصابك ولا على محمل الجد. الحاجة التالتة، فخ المقارنة اللي ما بيخلصش. انك تفتحي الموبايل وتتفرجي على صور وفيديوهات لغيرك وتقولي انا ناقصني ايه، ده بيحسسك بالهزيمة فورا ومودك بيقع. الحل، خدي فترات راحة ديتوكس من السوشيال ميديا، وكل ما تلاقي نفسك بتقارني اسألي نفسك ايه الحلو اللي في حياتي واعملي قائمة بالنعم الصغيرة اللي عندك. الحاجة الرابعة، اهمال الروتين البسيط. اوقات من كتر التعب بتسيبي السرير مكركب او تقعدي بالبيجامة طول اليوم وبتقولي دي تفاهات. الحقيقة ان دي علامات تعب داخلي بيتراكم. الحل، روتين بسيط يبدأ به يومك. ترتبي سريرك، تغيري هدومك وتلبسي حاجة مريحة وشكلها حلو عليكي حتى لو مش خارجة، ده بيحسسك انك تستحق الراحة والنظام. الحاجة الخامسة، القبول بالإهانة علشان محدش يزعل. انك تسمحي للناس يقللوا منك او يرموا كلام بايخ وانت تسكتي علشان تبقي بنت جدعة ودم خفيف، ده بيدربك على انك تقبلي الإهانة. الحل، اتعلمي تقولي لا لأي شيء مش عاجبك بصوت واضح وما تخافيش ترفضي الكلام المؤذي حتى لو بهزار. كرامتك أهم بكتير من رضا الناس. الحاجة السادسة، نسيان احتياجات جسمك. قلة المشروبات والأكل العشوائي والنوم المتقطع دول بيدمروا الحالة النفسية جدا. فالحل، اشربي المية كفاية وحاولي تنامي أكتر من 6 ساعات منتظمة ودخلي الخضار والفاكهة في يومك. صحتك أساس النفسية السليمة. الحاجة السابعة، الهروب من قعدة الصمت. بنات كتير بتخاف تقعد لوحدها في هدوء، لازم دوشة أو شاشة شغالة علشان يهربوا من صوت عقلهم. الهروب من الهدوء هو هروب من مواجهة النفس. الحل إنك تدربي نفسك تحب اللحظات الهادية. 10 دقايق صمت تام كل يوم، اسألي نفسك فيهم أنا حاسة بإيه دلوقتي. الصمت مش عدوك، ده أول خطوة للصلح مع نفسك. الحاجة التامنة، تأجيل الراحة. لما أخلص اللي ورايا دايما بتقولي هخلص وبعدين أرتاح، والمهام مش بتخلص والراحة مش بتيجي. الحل انك تعملي جدول فيه محطات راحة اجبارية. كل 3 ساعات خدي 10 دقايق افصلي فيهم تماما. انت محتاجة تحبي نفسك وتهتمي بنفسك قبل اي حد تاني. لازم عشان النفسية مش تتهز من مرة واحدة، هي بتتاكل حتة حتة من حاجات صغيرة بنقول عليها عادي وهي مش عادي. كل ده بيتحوش ويخرج في شكل انهيار مفاجئ او نكد انت مش فاهمه سببه. الخطوات دي مش مجرد كلام نظري والله يا جماعه، ده طوق نجاه علشان تعيشي يومك وانت خفيفه ومرتاحه. اختاري نفسك وابدأي بحاجتين بس من اللي قلناهم، ومع الوقت هتلاقي نفسك اقوى واهدى. لو الفيديو ده لمس حاجه جواكي شاركيه مع اي بنت تعبانه ومحتاجه تسمع الكلام ده، وخلينا نكمل رحله سلامنا النفسي سوا. اشوفكم على خير واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.